والله العظيم عجايب يا امل هوايل. طالع اتمجمجنا منيكم يا ناس اتمجمجنا منيكم. اخبارك عم بلنجه؟ يا عامل يا هاني رايقه معاك؟ بعت لي اصلا ورنيت عليه كثير. والله يا هاني عايزك في موضوع. امرني عم بلنجه. خالتك مساعدون ماليه؟ عفشة البيت النهارده. الف مبروك، الله يبارك فيك وربنا يتمم على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك وربنا يكرمك. بس الراجل اللي يسمع كلام المرأة يبقى راجل عنق. صح، تمام، كلامك صح عم بلنجه. فيدي انت ام سعدون شارت علي قالت لي قال يا ابو سعدون. مين؟ المرأة ماليه؟ شارت علي قالت لي قال يا ابو سعدون الناس بتجيب جيجي في العفشه. قلت لها زي بعض جيبوا جيجي. قالت لي طيب الحريم شوف لنا الحريم بتوعت الجيران والحريم القربانه هي والعفشه ماشيه تمام يرقصوا قدام الجيجي ويمشوا في الشارع. لا ما طب كده غلط يا عم بلنجه. امال انا سكتها. ده انت الشباب. ده انا والله مدمجتها والله. ده انت الشباب. قلت لها يا مره ايه احنا بنوصلوا المعلومه للناس صح، ما نبقوش احنا معيبه. تمام. المرة اللي بتترقص قدام الجيجي دي أول حاجة عندهاش كرامة. يعني اللي جاي من البلاد الثانية ومعدي بيشوف المرة دي بتترقص. لا ده انت ونسيبها أكتر الشباب اللي جاي معاهم كمان. سيبك من الشباب، الغريب ده لما يشوف مرتك بتترقص في الشارع قدام الجيجي ده نقطع رقبتها. ما تستنى تبقاش حمس قوم. مرتك كانت معاهم، أنا شايف مرتك كانت معاهم في العفشة اللي فاتت. كانت معاهم؟ أيوة كانت معاهم مرتك. قال يعمل لي قال سخن قوي. طب انا هطلع 200 ابو. يا راجل عيب لما تروح طلقها. لما ما قالتليش. خليني بس اوصل لك المعلومه عشان اختم. طب لما قالتليش ايه يا بنت الكلب؟ انت هتقول لنا هاني؟ طب لما رنيتش علي يا عم بلنجه؟ وانا مرتك؟ ده لما رنيتش علي العواعي الراجل العنقه. ده لما رنيتش علي ابقى انت مش صاحب. ابقى انت مش صاحب. انا قاعد اتفرج. لا رن علي. شايف الحريم هتترطب في الشارع اتفرج. ومبالع شكلك بصيت على مرتك. والله اتفرجت لما عيني عمت على المفيد. وبصيت على المرأة اكيد. الراجل الغريب المعدي لما يشوف مرة بتترقص في الشارع قدام الجيجي بيوصل صورة سيئة للبلاد الثانية. يعني أنا هنا في البلد مش إن أنا أضحكك وبس، أنا مطلوب مني إن أنا أوصل لك المعلومة. طب يا عم بلنجة أقول لك على حاجة يا عم بلنجة. طب إيه هيستفادوا هم؟ قلة أدب. عم يمشوا قدام العفش إيه هيستفادوا؟ ما تروح تقول مرتك يا علت. أنت تشوف مرتك دي امبارح هذا هاني كانت لابسة تاكسي السهرة اللي هو الهدوم اللي اسمها تاكسي السهرة، واحدة تاني كانت لابسة شاشة التلفزيون. دي قلة أدب يا راجل، قلة أدب وعدم رباية. موضة جديدة دي ولا إيه؟ يا أبوي دي جلاليب قديمة يا هاني، بس هي قال اسمها تاكسي السهرة والتلفزيون شاشة التلفزيون. إيه يا عم الكلام ده أول مرة. أنا ما حكاوي، أنا اتمجمجنا منيكم يا ناس، عيب عليكم. طب والله بنت الكلب ما حسيبها. لا يبرو. طب لما قالتليش إيه؟ مع الواد عايش خد فين؟ إزاي تقول لي راح عند أختي تعبانة؟ مال أنا أبوها ياك. دي بتقول لي راح عند أختي تعبانة. دي كانت تترطب امبارح طربتني في الجيجي يا عيل. وتقول لي راح عند أختي تعبانة؟ سيب الوقت. برو. الواد يا ولاد قايل فينا امال انا ابوها هيك. الراجل يعمل راجل في الشوارع والمرأة تترطب في الجيجي بررمبم.